دلوقتي يا فندم أنا متجوزة بقالي 17 سنة، وكنت اتجوزت راجل معاه 4 بنات أيتام، ومتهم توفت. واحدة أكبر واحدة كان عندها 5 سنين، وعشت معاه. بس هو كان بيجي أسبوع وأسبوع، لأنه كان شغلنا حلوة يعني. ودلوقتي يا فندم أنا أبونا اداني بعد 7 سنين ولدين توأم. دلوقتي بعد ما طلع على المعاش يا فندم كان بيجي كأنه ضيف، ما كنتش أعرف صفاته ولا اعتباره ولا أي حاجة. بس كنت أعرف إن هو يعني إنسان بتاع حريم شوية، كان كل مصاريفه على الحريم. سامعاني يا أستاذة؟ سامعينك، اتفضلي. فدلوقتي يا فندم هو طلع بقاله 5 سنين دلوقتي، يعني كل فلوسنا على الحريم وفلوسنا. وفي الآخر يا عم الشيخ أحمد لا انا مش فاهمه حاجه. انت متجوزه بقالك قد ايه؟ بقى 17 سنه. طيب قبل ما تتجوزي كنت عارفه ان هو بيعرف ستات مثلا لا او كده؟ لا 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 لا، هو انا من محافظه، وانا محافظه ما تعرفيش عنه حاجه؟ لا لا، انا كسبت ثواب عشان الايتام بس. ايه؟ كان معايا 4 بنات ايتام. معاه هو؟ يعني هو كان متجوز قبل كده يعني؟ مامتهم متوفيه وانا ربيتهم. تمام. وبعد 7 سنين ربنا اداني ولدين توأم، حداهم 10 سنين دلوقتي. طيب ما شاء الله. انت بقى دلوقتي اكتشفتي من كام سنه بس ان هو بيعرف ستات؟ فانا يعني اقول لك دي حاجه بينه وبين ربنا، هو يتحاسب عليها. لا انا نصحته كتير، قال لي ما فيش، طالما ما شفتيش بعينك ما تحكميش عليا. تمام. وبعدين قلت له خلاص. دلوقتي يا فندم يعني بعد بقاله 4 سنين طلع من شغله، يعني يلتجأ لواحد صاحبه بيصرف عليه كل ما فلوسنا. الولد دخل حياتنا، دمرها، كرهه فينا، كرهه في عيلته. مين الولد ده؟ واحد صاحبه. اوكي. واحد صاحبه. ماشي. واحد صاحبه اشتغل معاه؟ ما اشتغلش، هو طلع معاش وقعد في البيت. صاحبه ده عرفه منين يعني؟ لا صاحبه يعني هو من نفس البلد، معرفه عامه. ايوه. ايه علاقته بالفلوس؟ انت بتقولي بيصرف عليه ليه؟ لا جوزي بيصرف على الولد ده وبيصرف على عيلته. ولا مؤاخذه انا اسفه، يعني اكتشفت ان هم من قوم لوط. انا اسفه. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هو جوزك بتاع ستات ولا بتاع رجاله؟ بصي بقى يا استاذه دعاء، انا دلوقتي متدمره نفسيا واعصابي. ولما اكتشفت وواجهته وحلف لي على كتاب الله غلط كذب، وحلف لي وضربني بقى لما حاولت واجهته وحاولت ابعد عن الشخص ده. اكتشفتي؟ معلش انت اكتشفتي ده ازاي؟ شفته بعيني، لانه كان في بيتي تحت. يعني انا عندي عماره 3 ادوار، والشقه اللي تحت كان للضيوف. انا داخله بظروفها بدخل غدا له، لقيتهم في الوضع ده. فعملتي ايه لما شفتي كده؟ والله بصي جسمي انشل يعني، وقفت كده مش قدرت. ولما واجهته ضربني وشتمني وقال لي انت كذابه، انا شفت بعيني انت كذابه، وحلف لي على المصحف كذب. ويعني بقى افعال غريبه 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 لدرجه انت تتخيليها. ايوه. لما انت معلش، لما هو قال لك انت كذابه، امال قولي له، امال اللي انا شفته ده ايه؟ لا انت بتوهمي وانت هبله وانت مجنونه، وهوديكي المستشفى المجانين. وكان بيضربني على راسي وعناية دلوقتي يمكن بشبهها طشاش. طب انا اسالك سؤال، وسؤال صريح جدا. انت شفتي ده بعينك اللي هم فعلا الاثنين دول بفعل قوم لوط؟ اني وبنات وبن يعني انا جوزت 3 بنات ولسه معايا واحده في اولى كليه. شافته برضه يا دكتور يا شيخ. يعني بنته كمان شافته؟ بالله. بنته شافته، ولما واجهته برضه ضربها وبهدلها وحلف على المصحف كذب. طب انت معلش يا ام محمد، انت عايشه معاه ليه؟ الكلام ده بقاله قد ايه؟ بقالنا 3 سنين على كده. انت شفتي الحكايه دي من 3 سنين؟ ايوه. ايه وساكته ليه من 3 سنين؟ ماليش حد يا دكتوره، ماليش حد يا الله دعاء، ماليش حد. بابايا راجل مريض قاعد عند اختي. ماليش حد، لا ربنا لا اخوات ولا عمهم ولا حد. انا ليا ربنا. ولما خدت عيالي وضبط ومشيت بيه اتهجم على اهلي وضرب ابويا المريض. ابويا راجل قاعد ضربه وخد عيالي منه غصب. وقعدت 4 شهور ولا 5 شهور ما شوفش عيالي. لا حول ولا قوه الا بالله. اهله فين؟ طيب اهله فين؟ مش بيكبر لحد. قال لي انا كبير ربنا، لو قادره تطلعي له اطلعي. انت يعني استغفر الله العظيم. يعني ده يعني وصل لمرحله خصم الدنيا كلها، خصم عياله وخصم مراته وخصم اخواته وخصم عماته. ما هو طبعا اكيد هو ده فعلا ما حدش عايز يعرفه اصلا. انا مش عارفه اعمل ايه، اروح فين، ايه الحل، اجازتي يعني ضربنا.
انا ساعات بقول يا رب انت ليه وحطيتني في موقف وحش كده. لا حول ولا قوة الا بالله، منه لله بجد يعني. اهدي، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهو بس يعني هي رسالة ليه ولغيره واللي زيه. اولا ربنا يتوب على الجميع يا رب ويهدي الجميع. لكن شوف ربنا لما ذكر العذاب قال فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وربنا قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فده ربنا قال كده وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد تاني. فالعذاب ده يا حبيبي ده انت ممكن تصاب، بخلاف بقى الأمراض اللي انت ده، بخلاف ان ده أعظم تاني اهو الفعل ده أعظم جريمة ومن من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. بل إن بعض العلماء عليهم رحمة الله قالوا هو أعظم من القتل. يعني بعد الشرك بالله تبارك وتعالى اللي هو فعل قوم لوط. فعل قوم لوط. طيب أنت يا أختي الكريمة تعملي إيه؟ أولا خدي مني نصيحة، إياك أن تقتربي من هذا الرجل. طبعا. خلاص مفيش، وأنا مش هقرب منك خالص. مد ايده عليك وانت اهلك زي ما بتقولي ده هو ضرب والدك او كده، دايما اقول كده روحي على طول اسم الشرطه. اسم الشرطه على طول. وبعدين تبقى تعملي محضر فيه وتقول لهم احموني من الراجل ده، حد ابن حلال ولا حاجه يتصدق كده ويبدا يرفع قضيه على هذا الرجل. لا الطرق الحل كتيره جدا. وقولي حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لما واحد يبقى زي كده وبيعمل الفعلة دي وبعدين مراته تشوفه وبعدين كمان بنته تشوفه، كارثة يعني كده دمر بنته نفسيا كمان. هي كارثة بكل المقاييس. وبعدين انت مش خايف ان انت تموت ويبقى سوء خاتمة؟ يعني انت مش خايف كبير وبعدين خلاص انت عمرك معرفش بقى طلعت 60 سنة وعمرك 64 ولا اكتر ولا اقل، انت خلاص يعني انت رجل في الدنيا ورجل في القبر. انت عاوز ايه بعد كده؟ وبعدين عندك زوجة كريمة، عندك زوجة كريمة قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لكن للأسف لما العمى يجي خلاص. منه لله والله، منه لله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه هو والتاني ده. لأنه يعني الواحد يعني شوف بيجي لنا قصص وبيجي لنا مشاكل وبيجي لنا تليفونات، بس يعني دي مكالمة وتمتنع الواحد زي ما هي بتقول إنها اتصلب جسمها اتصلب يعني اتشنج. الواحد دلوقتي قاعد وحاسس كده انه كانه بقى تمثال. يعني جريمه خطيره جدا، جريمه بس خطيره من السماء جدا. الله يكون في عونها، احنا ندعي لها يعني، عايزين كل المشاهدين يدعوا لها ويحاسبنوا عليه كمان وهي تدعي. هو بيقول لها هتطلعي ربنا، طب ادعي بقى ما تبطليش. لا اهل الخير كتير حسبنا الله ونعم الوكيل وتثبتي الكلام ده. واهل الخير وما تقلقيش، الخير موجود في هذه الدنيا بفضل الله عز وجل وفي امه النبي صلى الله عليه وسلم، وهتلاقي كتير اللي يقف جنبك. ما تقلقيش ابدا ابدا. يعني احنا لن نعدم خيرا باذن الله ما دمنا في هذه الحياه. فترفع قضيه واهل الخير يرفعوا لك قضيه وان شاء الله تكسبيها. هم اصلا الطب الشرعي هيكشف عليه وهيعرف هو ان هو طبعا. لكن تمتنع عنه طبعا. وتحافظي بقى على ولادك، الولدين دول ابعديهم عنه خالص، ما تسيبيهمش خالص لوحدهم معاه، ده مريض نفسيا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه منه لله. ويعني اللهم عافينا يا رب. يا رب. يعني دايما نقول كده الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. اللهم عافينا وعافينا يا رب وعافي ولادنا.